فيديو النهارده هنتكلم عن ماتش مصر الاولمبي والباراجواي الاولمبي اللي انتهى بنتيجه ضربات الجزاء 5-4. هنبدا نتكلم عن الماتش كده وعن نجم اللقاء اللي حمزه علاء هو نجم اللقاء حرفيا، صد ضربه جزاء وكان متالق طول المباراه. الهدف مش غلطته، ليه؟ لان اللاعب كان شويه هيخش على 6 يارده، فانت مطالب ان حارس منتخب اولمبي صغير يصد لاعب داخل عليه في 6 يارده. نعقلها. ده اولا. نجم المباراة التاني اللي قدر يحرز الهدف التعادل ابراهيم عادل، اللي انا كحبيبة شايفاه ان هو لاعب مرزوق محظوظ، ربنا بيحبه. اللاعب ده ضيع فرص كانت تخلينا نكسب مستريحين. كرة لما شاطها وكان ممكن يعملها لابراهيم عادل بالاوتسايد، بس راح كان ممكن ابراهيم عادل يعملها زيزو بالاوتسايد، بس هو اختار الشوط. شفنا انفعال زيزو، بس الفكره مش في كده، الفكره ان ربنا كرمه وخلاه يسجل هدف التعادل في الدقيقه 88، اللي هو احنا قاعدين بقى مستنيين ال10 دقايق التانيين بالوقت الاضافي يخلصوا عشان نلعب اشواط اضافيه، لان احنا لو كانت بيرجواي سجلت كانت احلام اللعبه دي اتدمرت. بس الحمد لله عدت ولعبنا اشواط اضافيه. جه حسام عبد المجيد في اخر الشوط الرابع، الشوط الثاني من الاشواط الاضافيه، عمل فاول كان هيشيلنا الماتش. وكان لو الفاول ده جه كنا قلنا حسام عبد المجيد ده هينزل، مستواه هينزل ونفسيته هتنزل، بس اللاعب كان بيصطاد، يعني كان شايف حاجه احنا مش شايفينها وضيعها. نيجي نتكلم عن اللقطه دي وهو خارج من ارض المباراه، ولما قعد يتكلم وكان فيها زعيق شويه ان هو مش هيخرج على نقاله، لان هو بقى اظن ان اللعيبه كده لما بتخرج على نقاله بتشوف اللي هو لا يعني الجماهير بتحس ان هي تعبانه وان هي خلاص مش هتلعب بقيه البطوله، فاختار يخرج على رجله. زيزو كان ماسك الضمه، ودي اصابه خطيره، يعني بتبقى من الاصابات اللي مش محببه في كره القدم. نتمنى ان زيزو يتعافى قبل ماتش فرنسا الجاي، لان فرنسا بنسبه 90% هي المؤهله نص النهائي هتلعبنا. شفنا برضو ضربات الجزاء، الماتش 120 دقيقه في كفه وضربات الجزاء في كفه. كل ضربه جزاء بتخش لاعب مصري بيخش، يعني انا كنت قلقانه لما النني شاط، ولما كريم الدبيس شاط، ولما كوكا شاط، ولما حسام عبد المجيد شاط، ولما ابراهيم عادل شاط، كنت قلقانه، قلت دول هيشوفوا حاجه احنا مش شايفينها ويطلعوها بره ومصر هتخرج. كميه تفاؤل ما اقولكوش الصراحه، بس قدروا يسجلوا الخمسه وبتفنن كده وبهدوء. بس شفنا بقى حمزه علاء وتألقه، بعيدا عن ان في 3 كور شاط في النص، هو ولا مره جاله ايرور وثبت، هو كل مره كان بيترمي واترمى مع واحده صح وصدها، وده اللي خلى مصر تفوز بالمباراه دي. مباراه كانت صعبه جدا، مباراه تقيله، نتمنى ان اللعبه تعرف تاخد استشفاء سريعه عشان تقدر تلعب مباراه فرنسا. منتخب فرنسا منتخب كويس جدا، منتخب بيعرف يلعب، اللعبه تعرف تلعب جسمها كويس، اللعبه كلها كانت قد المسؤوليه. نتمنى نشوف الماتش الجاي ومصر تتاهل للنهائي عشان نشوف مصر بتحصد الميداليه الذهبيه. بس كده، قابلكم في الفيديو.